أهلا بكم في حكاية جديدة. إيه اللي ممكن يغير حياة إنسان مريض؟ الدواء ولا الحقن ولا الكلمة الطيبة؟ الحكاية دي حكاية حقيقية، كانت موجودة جوه مستشفى حماة العباسية. كان في شخص كل اللي بيشوفه يناديه بيقول له وش الخير. وش الخير ده مش دكتور ولا ممرض، لكن كانت حاجة كده، إنسان روح حلوة ينور المستشفى، يدخل على أي مريض بابتسامة تهون عليه كل حاجة. لو لقى حد قلقان وخايف في العمليات والكلام من ده يقعد جنبه ويقول ما تخافش، خليك واثق من ربنا وإن شاء الله هتبقى بخير. لو شاف ست كبيرة لوحدها يمسك ايديها ويقول لها اعتبرينا ابنك، انت مش هنا لوحدك، احنا كلنا ولادك. وفي يوم دخل شاب حالته صعبة، مستشفى حماة العباسية دي فيها أمراض ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، وقاعد حزين. حتى الدكاترة قالوا مفيش أمل في علاجه، الممرضين حاولوا إن هم يلطفوا بالكلام، لكن خلاص الشاب كان خلاص فقد الأمل في الله. ساعتها جه وش الخير ده وقعد جنبه، ممكن يكون ربنا بعته سبب والله أعلم. قال له بص يا اخويا، المرض مش نهايه، ده امتحان، انت مش لوحدك، احنا كلنا هنا عيله، انا هقف على رجلك تاني وان شاء الله ربنا هيكرمك. الكلمه دي قلبت حاله، ابتدى يسمع الكلام ويلتزم العلاج، كل يوم يتحسن احسن احسن احسن. ابتدى اللي هو يصلي ويقول مع ربنا، يقول انا كنت في المستشفى خلاص، انا كنت بموت حرفيا، لكن انا لقيت هنا ناس واخوات وناس خايفه عليا. فكره من القصه هي، القصه دي بتقول لك ثلاث اربع حاجات مهمين. العلاج مش دايما دواء ولا حقن، العلاج ممكن يكون في كلمة حلوة فيها رحمة، إنك تدي أمل للي محتاج منك الكلمة دي تغير حياته بالكامل. إحنا بسم الله ما شاء الله عندنا انعدام الأمل في المستشفيات، تخش جوه سليم يخليك راجع إيه مش قادر تقوم. الكلمة الحلوة ذات نفسها دي كويسة. الدكاترة عندنا ناس محترمة وناس كويسين، حتى الممرضين والكلام ده، أنا ممكن يكون الضغط اللي عليهم ضغط كبير، بس برضه الكلمة الحلوة اديله الأمل، ما تقطعوش منه، ده الأمل بتاع ربنا مش بتاعك أنت كبني آدم. في امثال كتيره زي الناس وش الخير ده، اللي هو يعني حاجه كده فريده من نوعها، ربنا يا رب يكتر الناس دي وامثالهم كتير. الناس دي موجوده في كل مكان، بس تلاقيهم قليلين مش باينين، مش بيحبوا ياخدوا الشو والكلام من ده، لا هو دورهم ربنا بعته اللي هو يديك امل. الامل ده ممكن يجي في كلمه، ممكن يجي في حرف، ممكن يجي في مسكه ايد. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب.